بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم أحبائنا؟ أنا من الشمس يا جماعة. النهاردة يوم الخبيز عندنا في الصعيد. يوم الخبيز ده يوم مهم. عيش الشمسي العجين بتاعه. صورنا مقطع والله يا جماعة واتمسح اتحذف في الأولاني. ده العيش الشمسي أولاد. ده دقيق البلد بتاعنا بتاع التومين اللي هنجيبوه من التومين على البطاقة. دقيق صافي من غير قمح ولا من غير دقيق فين ولا أي حاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليك يا نبي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دي الخميرة يا جماعة عاملينها من في الليل، احنا من امبارح نبيتوها من بالليل ونقوم نعجنوا عليها الصبح. الفيديو الجاي ان شاء الله نعمل لكم من اول الخميرة بإذن الله. هنعملوا لها خميرة وعصيدة من بالليل ونقوم الصبح نعجنوا عليها. كل واحد وعاداته وتقاليده في الخبيز يا اولاد، كل بيت وليه عادات وتقاليد في الخبيز. اللهم صل على سيدنا محمد. يحتاج وقت يا جماعة، العجينة ياخد وقت والله، أطول بس العيش يعني حلو. الواحد لازم نعتمدوا على العيش الشمسي انه موجود في البيت احنا. اللهم صل على سيدنا محمد. في الافراح هناكلوا عيش شمسي، اي حاجه لازم عيش شمسي، هنخبزوا بكميات كبيره طبعا. والعجانات مش مشهوره جوا عندنا هنا، لسه قاعدين نعجنوا على ايدينا. اللهم صل على سيدنا محمد. هنعمله معاكم خطوه بخطوه باذن الله. يا رب التليفون ما يفصلش تاني، عشان زي ما عارفين العجين صعب. هنعجنه هنقطعه وهنوريكم المقارس وحاجه حاجه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعة نملكوا في العجين، هاخد فترة والله يا جماعة لما ما يتملك. هنلموه ده خلاص الحمد لله، وصلنا للمرحلة الأخيرة. هنسيبوه في العجانية أو المجور زي ما ناس تقول، احنا هنا نقول العجانية. اللهم صل على سيدنا محمد. نسيبوه في العجانية يخمر له شوية عبال ما احنا تقرصوا المقارص. هنوريكم المقارص الوقت ان شاء الله وتقريصها. عندنا مقارص هنا يا جماعة، مش هنحطها على لوح الخشب، هنحطها على المقارص. هنلمنا خلاص وهنسيبه يخمر في العجانية ان شاء الله باذن الله. هنرجع لكم بالمقارص ده، نوريكم المقارص دلوقتي. هذا يا جماعة العجين خلصناه، هنسيبوه يخمر في العجانية تمام قبل ما تقرصوا المقارص. تمام، هنسيبوه يريح ومنها يخمر له شوية في العجانية. هذه هذا المقارص يا جماعة، نتقرصوها مع بعضنا قبل ما العيش يخمر. هذا المقارص، ده المقارص وده النخال او الردة اللي هيطلع من الدقيق اللي احنا هنطحنوه. الدقيق بتاعنا اهوات يا جماعة. تمام، احنا هنعمله كميته كلها ان شاء الله. ده نخال او ردة. اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعة رجاء يا جماعة الاشتراك في القناة يا جماعة، اشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، فضلا وليس أمرا للرجال الاشتراك في القناة. قناة ترحب بأي حد جديد، مشترك جديد أتابعها. يا جماعة نكملوا تقليص المقارص.
ونطقرس المقرص. في ناس تعملها من في الليل، بس بما ان احنا يعني نسيبوا العيش شوية يتخمر فهنعملوها الصبح. اللهم صل على سيدنا محمد. يوم الخبيز ده والله يا جماعة يوم مش متعب على قد ما انه حلو، يعني هو حلو بس متعب. الواحد بالذات لما كنا يخبز الواحد يعني محدش يساعده، لازم نكافئ كل حاجة لوحدنا ونجيب كل حاجة لوحدنا. ربنا يعين ويقدر كل واحد على مسؤوليته وعلى حمله يا رب. اللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين. الصعيد يا جماعة لازم نخبز، لازم في عيش، لازم في عيش في البيت في الثلاجة. مينفعش ما يبقاش عندنا العيش الشمسي. احنا نقولوا ده عيشنا البلد يا جماعة، الرخفان. احنا هنا نقولوا ده رخفان عشان محدش يقول ده عيش شمس. احنا هنا مش هنقول عيش شمس، احنا هنا نقولوا عيش رخفان. عنديك عيش رخفان ولا خابز عيش رخفان؟ هذا عيش رخفان عندنا اولاد، مش عيش شمس. اللهم صل على سيدنا محمد. يوم الخبيز يا جماعة الواحد اجهز له من اليوم اللي قبله، هنقعدوا تعبانين اليوم اللي قبله كله هناخدوا اليوم كله شغل. نحضروا الفرن ونحضروا الدقيق ونحضروا المقارص الواحد يجهزها، اللي حيتقرصها من بالليل يتقرصها واللي مش حيتقرصها يطلعها. والفرن نحطوا الوقيد جنب الفرن، نجهزوا وقيدنا ونجهزوا لو في عزكم الله زبالة تحت البيت او اكياس او اي حاجة نلموها ونجهزوها عشان خاطر ايه الفرن. الحمد لله يعني نعم ربنا علينا اتلم الحاجات دي كلها والله، تلمها وتنظف. واحدة واحدة مع بعضنا ان شاء الله هنشوف الفرن. دلوقتي حنحموها نقطعوا العيش بس الاول، وبعدين حنحموا الفرن وحنعملوا العقر مع بعضنا. هنوريكم العقر لان نخلوه خميرة للعيش الجاي، خبزة الجاي ان شاء الله باذن الله. يا جماعة العيش خمر، سيبناه ارتاح شوية، خمر شوية في العجانية، وهنا نقطعه على المقارص اللي احنا عملناها مع بعضنا. كده العيش هنخلصه نقطيه وبعدين نقوم ايه ندبوه مع بعضنا، ندبوه مع بعضنا عشان ايه يخمر ان شاء الله باذن الله. لا الدقيق احنا هنحطوه في دقيق هنا. اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعة ده الدقيق اللي قلنا عليه، الدقيق البلدي يا جماعة، مش دقيق قمح ولا دقيق غلة ولا دقيق بفينو. ده دقيق البلدي بتاع التومين اللي هنجيبوه على البطاقة. شوفوا نتيجته، احنا متعودين عليه والله يا جماعة، نعملوه على طول ونعملوه يعني الحمد لله. ما فيش عندنا إمكانية القمح الحمد لله. الحمد لله واحد يكفي ويوفي بالحاجة اللي معاه والحاجة اللي عنده واللي كان بها ربنا، وقول الحمد لله. نكملوا قطيع العيش للآخر وحنرجع لكم ندبوه مع بعض. خلصنا قطيع العيش وهنعمل العقر، ندبوا وقية العيش دقيت مع بعضنا الحمد لله. ربنا كمل لنا بخير كمان لما ايه يخمروا ونعملوه على الفرن. هذا العيش حندبوه. ده العقر يا جماعة اللي حنعملوا عليه الخبزة الجاي، ده حنعجن عليه الخبزة الجاي، نخمروا له العيش الخبزة الجاي، نخمروا له العقر ده. تمام. هذا العيش، هذا العيش يا جماعة ندب بتاعه، هندبوه كله كده بالطريقة دي احنا. تمام. وبعد كده ايه هنشغلوا له المروحة، واللي عايز يطلع في الشمس اطلع ايه في الشمس. ده العيش. تمام يا جماعة زي ما اتفقنا، ده عيش بلدي صافي ما فيهش اي اضافات. اللهم صل على سيدنا محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رجاء الاشتراك يا جماعة في القناة، رجاء الاشتراك وتفعيل زر الجرس. بارك الله فيكم، ربنا ان شاء الله بارك لنا وبارك لكم يا رب. هذا حبايبنا العيش بعد ما
قطعناه ودبناه زي ما وريناكم. اها هذه الكمية، اللهم لا بارك يا رب. وهذه العجانة يا جماعة هنا غسلناها، هنكب الماء بتاعتها اول باول كده يا جماعة، عدينا في الحاجة والواحد ايه عشان ما يبقاش ورا منا حاجة تانية يعملها، عشان يوم الخبيز يوم متعب والله يا جماعة قسى. يعني احنا لينا فترة نعجن ونقطع وندب، والواحد ربنا يعين ان شاء الله يا رب، كل واحد على حاله وعلى بيته وعلى اولاده، اللهم امين. ده يا جماعة هنا حنستنوه يخمر، وبإذن الله حنوري لكم حنقلبوه. ها كمية اللهم بارك. تمام، حنقلبوه مع بعضنا، وبعدين حنروح نولعوا الزبالة عزكم الله زي ما قلنا في الفرن، ننظفوا بيتنا من كل حاجة. فرن تنظف البيت والله يا جماعة، حننظفوا البيت ونعملوا اللي ورانا ونولعوا النار في الفرن، عشان ايه الفرن تاعها مليش ده. هنوريكم الفرن بإذن الله. تمام، وهذه ايه الحلة او الماجور زي ما كل واحد اقول يعني. هنا غسلناها على طول في ايدنا كده الحاجة اول باول، نخلص خبيزنا ميبقاش معانا حاجة بإذن الله. تمام، ادي اعزائنا المشاهدين في كل مكان، ادينا ولعنا الفرن، ولعنا النار هنا في الفرن عشان نحموا ايه للعيش. هذا النار ولعناها في الاول في الكياس ورق اي حاجة هنولعوا فيها النار الاول، نظافة للبيت وفي نفس الوقت الفرن حتحمى مني. تمام، وبعدين حنخلوا الفرن تحمى كويس، وبعدين نولعوا ايه نولعوا في الوقيد ونخلي الفرن تبقى حلوة ونظيفة وحامية كده. يا جماعة العيش خمر معانا هنا، وهنا انقرحوه او انديروه او انجرحوه زي ما كل بلد هتقول، وزي ما كل بلد متعارف عليه. تمام، اها العيش خمر وانقرحوه هنا، نقلبه ونقرح ونديره. تمام، وحدة وحدة مع بعضنا، ان شاء الله حيطلع احلى واجمل عيش. مش هتقولوا عيش ده من الدقيق البلدي او الدقيق بتاع التومين اللي اجي على البطاقة باذن الله. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. عيش صل على النبي، الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة الرجاء الاشتراك في القناة يا جماعة فضلا وليس امرا، ده تكرم منكم. يعني يا ريت اللي يعجب الفيديو يشترك في القناة ويدوسلنا لايك، ده حاجة كرم كده من عند ربنا وكرم منيكم انتوا، ان انتوا يعجبكم وتقولوا عليه انه عاجبكم. هذا العيش يا جماعة، هذا يا جماعة الفرن هنحموا فيها وهحميته ان شاء الله باذن الله. حنرصوا العيش دلوقتي مع بعضنا فيها. تمام، وحنوري لكم باذن الله لما نجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. احبائنا هنا نرص العيش في الفرن بعد ما حملناها وفوضناها. بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة واحدة، أهم حاجة الفرن الحامي يعني، عشان الهنيدة ده أحب الفرن الحامي. هذه العيش يا ولاد هنا رصناها في الفرن كلها اها بس عشان حميان بتاعنا. هنسدوا عليها دلوقتي إن شاء الله، لما يطلع حنوري لكم. هذا العيش كله يا ولاد هنا رصناه، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يرد كسانا خير فيه. يا رجال الاشتراك في القناة يا جماعة، لكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس يا جماعة. الفوالة يا جماعة هنا حطيناها في الفرن، ده فول يا جماعة، لزينا فول النهاردة مادام في عيش حامي مشغلين الفرن نستفادوا بيه. هذه الفوالة حطينا فول، وممكن نحطوا فول وعدس، وممكن نحطوا عدس بس احنا كان عندنا عدس من يومين فاستكفينا بالفول. تمام، ده الفول ان شاء الله الواحد النهاردة خبز استفدنا بالفرن، فنعمل الفول وندسوه انا القوه في اي وقت نعمله بيه ناكلوه في اي وقت. هذا العيش يا اولادها بعد محمرها، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تمام، وحطينا الفوالة وحنطلعه ده وحنوري لكم بعد ما نطلعه ان شاء الله. يا جماعة هنا احنا مع بعضنا، في ناس خابزة لها اسبوع ولا 10 ايام معها عيش، عايزة تجي تحميه تجي تحميه. اللي معاه فولة فول، معاه فولة عدس، مع اي حاجة احطها. اللي معاه بطاطا، احنا ما عندناش بطاطا، كان عملت لكم شوية بطاطا في الفرن هذا. اللي معاه بطاطا عايز يحطها في الفرن احطها. اللي معاه قناديل او الذرة هتتشوي هنشوها هنا. تمام، فخير والله، يوم خير وكل خير ورزق، وربنا بارك لنا وبارك لكم يا رب، اللهم امين. هنطلع العيش باذن الله وحنوري لكم بعد ما يستوي.
هذا أعزائنا المشاهدين المتابعين في كل مكان، هذا العيش الشمسي طلعناه الصعيدي الرخفان يا جماعة، احنا هنا نقوله رخفان. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر عليه. يا جماعة هذا الرغيف ناسس فوق تحت زي ما نقوله هنا ناسس احنا. بسم الله ما شاء الله عليه، الله أكبر. ده العيش الرخفان يا جماعة الصعيدي بتاعنا اللي احنا معتمدين عليه، والحمد لله ناكله منه، يعني مش معتمدين على مرحرح ولا شامي ولا فينو ولا الكلام ده. تمام. وده يومنا معاكم في الخبيز. يا رب ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله باذن الله كده ينال اعجابكم، وتشتركوا في القناة وتعملوا لنا لايك ان عجبكم ان شاء الله باذن الله كده يا جماعة. والله تعبت يا جماعة في الفيديو، فان شاء الله باذن الله كده ان شاء الله ينال اعجابكم وتعملوا لنا اشتراكات ومتابعات باذن الله يا رب، يا رب اللهم امين. تمام يا جماعة، ده العيش الرخفان. اللي حابب يتابعنا واللي حابب الفيديو يا ريت يقولنا، وحنعمل من فيديوهات من دي كتير ان شاء الله باذن الله. يا ريت الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم ان شاء الله كل ما هو جديد في القناة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.